الأمير مولاي الحسن، هل المغرب يستعد لولي عهد شاب على أعتاب العرش؟ الأمير مولاي الحسن نجل الملك محمد السادس يخطو بثبات نحو العرش حاملا لقب الحسن الثالث المنتظر. ولد في 8 مايو عام 2003 ودرس في الكلية الملكية، ثم تخصص في العلاقات الدولية، ما يؤهله لقيادة المغرب في ظل تحديات داخلية وإقليمية متصاعدة. منذ سنوات يشارك الأمير في أنشطة رسمية محلية ودولية، منها تمثيل الملك في جنازة جاك شيراك، وافتتاح معارض وطنية، وإشرافه على حفلات تخرج الكليات العسكرية، مما يعكس تأهيلا دقيقا لتولي القيادة. على المستوى العسكري، شهدت القوات المسلحة تحديثا نوعيا شمل تعزيز التجهيزات، توقيع شراكات دولية، ورفع الميزانية إلى 12.4 مليار دولار في إطار دعم سيادة المغرب واستقلال قراره الدفاعي. رغم نفي القصر لتقارير تنازل الملك، إلا أن الحضور المكثف للأمير في المشهد العام يعكس انتقالا تدريجيا للمهام وسط دعم شعبي متزايد وشعور بمرحلة انتقالية جديدة. الأمير مولاي الحسن يجسد مزيجا بين الحكمة الملكية والتحديث، مما يفتح صفحة جديدة في تاريخ المغرب بوجه شاب يحمل إرثا عريقا وتطلعات مستقبلية واعدة.